تعالوا بقى كده اما اقول لكم على فكره للغدا بدون لحوم ولا فراخ. هنعمل بقى صينيه السعاده، ما بتاخدش كده في تجهيزها اي وقت، سهله وسريعه واقتصاديه، ومكوناتها كده هتلاقيها متوفره في كل بيت. والطعم بقى مش هقول لكم عليه، لازم تجربوها بنفسكم وانتوا هتنبهروا حرفيا بالنتيجه. يلا بينا بقى نشوف عملنا الوصفه الجامده دي ازاي. بس يا ريت في الاول ما تبخلوش على الوصفه، على الفيديو بلايك وكمان تعليق برايكم في الوصفه. في الاول خالص كده زي ما انتوا شايفين معانا كده حوالي 4 حبات من البطاطس. هنبدأ نبشرهم بالمبشرة، وممكن كمان تقدري ان انت تحطيهم في الكبة وتفرمي البطاطس ناعم. بعد كده بقى هنغسلها كويس وهنغطيها بالمية وهنسيبها كده حوالي ربع ساعة. في الوقت ده جبت كده جزرة وكمان بصلتين، وهنبدأ برضو نجيب الجزرة ونبشرها بالمبشرة. اما بقى البصلتين اللي هم حجمهم وسط هنقطعهم بالسكينة. طب انا مش بحب اقطع بالسكينة وعايزة افرمهم ناعم في الكبة، تقدري تفرموهم بس مش ناعم، خليهم فرم وسط. خلاص كده فرمت او قطعت البصل وكمان بشرت الجزر والبصل. جبت بقى طاسه على النار، حطيت فيها حوالي 3 معالق كبار من الزيت. واول حاجه حطيتها هي البصله اللي احنا كنا مقطعينها لقطع صغيره. هنديها كده تقليبه لحد ما تبدا تدبل معانا، يا دوبك بس تدبل معانا. هي كده خلاص البصله بقت جاهزه. بعد كده طبعا هنجيب الجزره اللي احنا بشرناها، هنبدا نضيفها على البصله، وطبعا بتبقى النار هاديه. وهنبدا برضو نخلطهم مع بعض الجزره مع البصله، يعني حوالي كده دقيقه واحده هنقلبهم مع بعض كويس جدا. ويا ريت بقى لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت بس لو ننزل تحت في التعليقات ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد حوالي ربع ساعة من نقع البطاطس في المية هناخدها بقى وهنصفيها من المية اللي موجودة فيها كويس جدا. أهم حاجة لازم نتأكد إن هي مفيش فيها مية خالص، وصفيناها من المية كويس. هنجيب بقى البطاطس بعد ما صفيناها وهنحطها على الخضار اللي هو البصل والجزر، وهنديهم تقليبة. بس هنضيف في الأول كده ملح، هنظبط يعني كمية الملح على حسب الكمية اللي انت عايزاها، وشوية من الفلفل الأسود، وكمان شوية من السبع بهارات، وهنديهم كده تقليبه. طب هنقلبهم قد ايه؟ يا دوبك تقليبه او 2 على النار، يعني حوالي دقيقه واحده وكده خلاص. ما نكترش تقليب البطاطس على النار، يا دوبك بس كده دقيقه واحده وكده خلاص البطاطس بقت جاهزه معانا. هناخدها كده بقى زي ما هي وهنحطها في بوله واسعه. اهم حاجه احنا هنا عايزين البطاطس تكون بارده جدا معانا قبل ما نكمل بقيه الخطوات، يعني هنركنها على جنب تبرد كده معانا حوالي 5 دقايق. في الوقت بقى اللي البطاطس بتبرد فيه هنحط في بولة 3 بيضات. طب مش بحب البيض يا ام ليلي، خليها بيضة واحدة، يعني على حسب ما انت عايزة، بس بصراحة البيض بيدي طعم حلو قوي مع الوصفة دي. 3 بيضات هنضيف عليهم شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، وهنخلطهم بالمضرب اليدوي مع بعضهم، وده طبعا سهلة جدا. وبعد كده هضيف كوباية من اللبن أو ما يسمى بالحليب في الدول العربية. هنخلطهم برضو مع كويس مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده بقى بنضيف معلقة كبيرة من البقدونس مقطعينه لقطع صغيرة. ويا سلام بقى كده لو انت عندك بصل اخضر هتقطعيه وهتضيفيه، بيدي طعم جميل جدا ومميز قوي مع الوصفة دي. بعد كده هنضيف كوباية ونص من الدقيق، كوباية ونص من الدقيق، وهنضيف كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. في الأول خالص ضفت كوباية من الدقيق وقلبتها مع البيكنج باودر، وبرجع بعد كده بضيف نص كوباية الدقيق التانية. يعني كل كمية الدقيق اللي احنا استخدمناها كوباية وقلبناها مع نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبعد كده ضفنا نص كوباية من الدقيق. هنقلبهم بقى مع بعض كويس لحد ما نحس ان كل المكونات اختلطت مع بعضها، وكمان الدقيق اختفى معانا تماما، وده طبعا القوام السائل اللي احنا عايزينه. هناخد بقى القوام السائل ده وهنبدأ نحطه مع البطاطس. طبعا البطاطس كانت بردت معايا شوية، هنبدأ بقى نحطهم مع بعض. واهم حاجة بقى خدي بقى المكونات دي كده مع بعضها من فوق لتحت واقلبيها كويس جدا، بحيث ان المكونات تختلط معانا كويس. وبعد كده هنضيف بقى حوالي 3 معالق كبار من الزيت، وطبعا تقدري تخليهم معلقه كبيره بس من الزيت لو انت مش عايزاها، او لو انت عايزاها يعني تكون صحيه اكتر. هنقلبهم بقى مع بعض كويس. وجبت بقى صاج فرن، حطيت عليه ورق زبده، ورجعت تاني دهنت ورق الزبده بالزيت كويس جدا. اهم حاجه لازم نكتر كميه الزيت علشان الوصفه دي بتلزق معانا في الصينيه.
طب ما عندناش ورق زبده يا ام ليلي، نعمل ايه؟ ادهني الصينيه بشويه زيت حلوين كده، علشان قلت لك ان الوصفه دي بتلزق معانا في الصينيه. وهناخد بقى المكونات بتاعتنا، البطاطس مع الخلطه اللي احنا عاملينها وهنحطها في الصينيه. واهم حاجه لازم نسويها ونوزع البطاطس على قد الصاج اللي احنا حاطين فيه. خلاص كده هناخد بقى الصاج ده هندخله الفرن حوالي كده تلت ساعه او 25 دقيقه، لحد بس ما الاطراف تبدا تتحمر معانا، الاطراف بس تاخد لون معانا هنبدا على طول نخرجه. وطبعا بنحطها في الرف الاوسط على درجه حراره من 180 ل 200 على حسب يعني ما انت عايزه. خلاص كده زي ما انتم شايفين الاطراف بتاعه الصينيه اخدت معانا لون. هنجيب بقى بعد كده 3 حبات من الطماطم وهنقطعهم لحلقات يكون سمكها رقيق جدا، مش عايزه السمك بتاع الطماطم يكون تخين معانا، لا احنا عايزينه يكون رقيق. هناخد الطماطم ونبدا نوزعها على صينيه الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه. وطبعا ممكن تكتفي بيها بالشكل ده، او ممكن كمان تعملي زيي وتضيفي شويه من الجبنه الموتزاريلا، بيدوا طعم حلو قوي مع البطاطس ومع بقيه المكونات، بيدوهم كده زي ميكس غريب كده، بتحسي ان طعم الوصفه حلو قوي. هناخدها بقى ونحطها تحت الشوايه حوالي 5 دقائق على نار هاديه لحد ما الجبنه تبدا تدوب معانا وتاخد اللون الجميل ده. يلا بقى هنزينها كده بشويه من البقدونس وهنقطعها. عايزه اقول لك بقى تقدري تستخدمي الوصفه دي كوصفه للغدا، كوصفه للعشاء، تقدري تعمليها للمصايف والرحلات. عايزه اقول لك بقى طعمها جميل ومميز جدا، والبطاطس كده كده الاطفال والكبار بيحبوها قوي، وكمان مكوناتها موجوده في كل بيت، حتى كمان اللي مش متوفر عندك تقدري ان انت تستغني عنه خالص وهتبقى برده حلوه وجميله قوي. طبعا انا هنا قطعت البيتزا او بديل البيتزا ديت، طبعا بشيل منها ورق الزبده اللي موجود يعني على القطعه من تحت لان مقطعاها وهي سخنه. اما لما بتبرد ما شاء الله هي بتتقطع بسهوله، ما بتحتاجيش حتى ان انت تشيلي ورق الزبده، لان ورق الزبده بيكون ان هو اتشال يعني من عليها لوحده. شايفين طبعا ما شاء الله الجبنه بتمط معانا ازاي. وطبعا بقى الوصفه دي جميله قوي، وعايزه بقى اسالكم بجد الوصفه دي فعلا تستحق كام على 10؟ سيبوا لي طبعا تحت ارائكم في الكومنتات وقولوا لي هي تستحق كام على 10. وتعالوا بقى كده نقطعها مع بعض واوريكم قد ايه هي جميله وتتاكل اكل كده، وما قدرتش امسك نفسي بصراحه، معلقه ورا معلقه. شايفين بس شكلها عامل ازاي، جميله وحلوه. تقدري زي ما قلت لك تستخدميها كوصفه للغدا او كوصفه للعشاء. عايزه اقول لك كمان حاجه، ان الوصفه دي تقدري ان انت يعني تعتبريها كده كبديل للبيتزا، حاجه كده مكوناتها سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت. وكمان بقى محتاجه اسالكم كده، ان شاء الله محتاجين الفتره الجايه الفيديوهات تكون فيديوهات يعني نتكلم فيها او نعمل فيها وصفات حلو ولا وصفات حادق. طبعا لو انتم محتاجين وصفات حلو ان احنا نكتر فيها الفتره الجايه، يا ريت بس لو تكتبوا لي ارائكم تحت في الكومنتات. ولو انتم كمان حابين وصفات اقتصاديه الايام الجايه قولي لي برضو ارائكم في الكومنتات. يلا بقى لايك لو عجبكم الفيديو، وقدموها طبعا بألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وباي باي.